وصلنا للجزء المهم في الفيديو، وهو ان انا هتكلم معاكم نستغل الاجازة بشكل كويس ازاي ونفكر صح ازاي. بصوا، اول حاجة هقولها لكم انا كنت بقع فيها دايما، هي ان انا كنت اول ما بخلص امتحانات بيبقى في طول الامتحانات اصلا او طول الدراسة بقول امتى الاجازة هتيجي عشان اعمل كذا وكذا وكذا، وبيبقى في خطط كتير قوي في دماغي، عايز اطور من حاجات، اقرا حاجات، اتفرج على حاجات. فاول ما بخلص امتحانات بدخل داخله، عارفين اللي هو كده على طول، اللي هو انا عايزه اعمل كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه. فباجي مثلا في يوم من اوله لاخره انا هعمل كذا النهارده وهعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فباجي في اليوم انا اصلا طاقتي بتخلص، بس انا حاطه تارجت ان انا عايزه اعمل كل الحاجات دي النهارده عشان احس بنفسي او احس ان انا عملت حاجه. ف... فباجي على آخر اليوم ممكن أكون عملت حاجات كتير من اللي أنا عايزة أعملها، بس عملتها من غير ما أكون قادرة، عملتها ما استمتعتش بيها أو ما استفدتش منها زي ما كنت عايزة، يعني اللي هو أنا عملتها وخلاص. فبقيت بدخل في زون إن أنا مش مبسوطة بقى إن أنا عملت الحاجات دي بالشكل ده. فممكن أقعد كام يوم زعلانة إن أنا ليه معرفتش أعمل، ليه عملتها بالشكل ده. فانا حاطه نفسي في زون ضغط ان انا لازم اعمل كذا بسرعه وكذا وكله في يوم واحد، حاجات كتير كده. فده كان اكبر غلط بعمله، ان انا مش برتب الاولويات ومش بدي لكل حاجه حقها. يعني اللي هو انا عايزه اعمل حاجات كتير وخلاص عشان احس بنفسي، بس هل انا استفدت من الحاجات اللي انا عملتها دي؟ هل انا عملتها بشكل اللي انا كنت عايزاه او بشكل صح؟ لا، علشان كنت حاكمة على نفسي او حاطة نفسي بضغط ان انا اعمل كل حاجة في الاجازة والحق اخلص واعمل كل حاجة. فاول حاجة لازم نفهمها انه احنا في اجازة، لا نضغط على نفسنا ولا نضيعها في مسلسلات خروجات، لا لازم يعني كل واحد يطور من نفسه ويستغل الوقت في حاجة كويسة. فما تضغطوش على نفسكم، وخدوا الامور بهدوء ورتبوها ورتبوا اولوياتكم، شوفوا انتوا محتاجين تتعلموا ايه الاول. ما تضغطوش نفسكم، مش لازم كل حاجة في يوم، ممكن يوم تطوير، ممكن يوم رفاهية، يوم نخرج نتفرج على حاجة. ممكن في خلال اليوم الواحد هتعمل حاجة، مثلا تعمل حاجة لعقلك وحاجة مثلا لرفاهيتك، يعني تاخد كورس، تتفرج على حاجة حلوة، تاخد خروجة حلوة. فحاولوا تنظموها بحيث ان انتوا ما تحسوش انكم مضغوطين، يعني كفايه الضغط اللي بنبقى فيها في الدراسه. خلوا الاجازه تعدي بهدوء. تاني حاجه هكلمكم فيها وهي ازاي يعني نوصل للحاجات اللي احنا عايزين نعملها، ازاي نعرف نفسنا اكتر. عموما محدش بيعرف، هو يعني محدش بيعرف يلاقي نفسه في حاجة غير لما يجرب. يعني سي مثلا انتوا بتحبوا الرسم، بس انتوا مش عارفين مثلا هتبقوا قادرين ترسموا ولا لأ، مش عارفين انتوا هتحبوه فعلا ولا لأ. يعني مثلا بيقابلك فيديوهات، انت عاجبك الرسم قوي، عاجبك طريقة الرسم، انت مش هتعرف انت بتحب الحاجة دي او انت شغفك في الحاجة دي غير لما تجرب. فأول حاجة ان انتوا تدوروا على شغفكم هيبقى في ايه، انتوا عايزين تتعلموا ايه. كورسات مثلا، حاجات معينة عايزين تعملوها، تطوروا مهارة، سواء كتابة، قراءة، رسم، أي حاجة. مش هتعرفوا انتوا عايزين تعملوا ايه غير لما تجربوا حاجة واتنين وتلاتة. ده يعني ده للناس اللي مش عارفة لسه هتعمل ايه، مش عارفة تستغل الأجازة بشكل عامل ازاي. لكن الناس اللي محددة أهدافها، عايزين ناخد كورس كذا، عايزين نتعلم كذا، مش عارف ايه، ده اوكي تمام. هتبدأ ترتب أولوياتك، ايه أهم حاجة، ايه اللي هيفيدك أكتر، ايه اللي محتاجه في حياتك أكتر. وعلى كده بنفضل بقى يعني نرتب ونقسم، هنعمل كذا النهاردة، هنعمل كذا النهاردة. يعني زي مثلا أنا في أهدافي الأجازة دي إن أنا في كورسات كنت بدأت فيها الكلية هكملها. عايزة في كتب شارياها جديدة عايزة أقرأها، وفي كتب ما كملتهاش عايزة أكملها. عايزة أطور من يعني سكتشات كده بنبقى نعملها للكلية، فعايزة أطور إيدي فيها والإظهار التلوين يعني كده. في حاجات كتير. آه فأنتوا هتبدأوا تدوروا على الحاجات اللي انتوا عايزين تتعلموها، وأهم حاجة إن انتوا ترتبوا أولوياتكم. عايزاكم تتخيلوا معايا الفرق من إن احنا استغلنا الأجازة بشكل صح
اتعلمنا حاجات جديدة، أخدنا كورسات، آم، طورنا من نفسنا في حاجات، وبين إن أنت مثلا قضيت الأجازة كلها مسلسلات، نوم، خروجات. مش بقول إن احنا منخرجش، لأ اوكي، صيفوا واخرجوا واستمتعوا، بس عقلك كمان محتاج يتغذى. فتخيلوا الفرق ما بين إن انتوا نايمين وبتتفرجوا على مسلسلات، وما بين ان انتوا بتطوروا من نفسكم، من تفكيركم، من حياتكم، تهتموا بنفسكم اكتر. الفرق كبير جدا. يعني مثلا هنسأل نفسنا سؤالين، في اول سؤال في اول اليوم، وسؤال في اخر اليوم. في اول اليوم لما بنصحى بنسأل نفسنا احنا هنعمل ايه النهاردة، وفي اخر اليوم بنسأل نفسنا احنا عملنا ايه النهاردة. السؤال اللي في اول اليوم بنبدأ نفكر روتين اليوم هيمشي ازاي. السؤال اللي في آخر اليوم ده كله متوقف على السؤال بتاع أول اليوم. انت لو صحيت الصبح مش مقرر هتعمل حاجة، وقمت قعدت تخبط كده، تنام شوية تصحى شوية تتفرج على فيلم، هتيجي في آخر اليوم تسأل نفسك أنا عملت ايه النهاردة، أنا حققت ايه. هتلاقي انك معملش أي حاجة. هل انت من جواك هتبقى مبسوط عشان حاجة زي دي؟ هتبقى شايف ان انت طورت من نفسك في حاجة؟ هتبقى فخور بنفسك في حاجة؟ هل هتبقى فخور ان انت خلصت سيزون كامل في يوم واحد، ولا هتبقى فخور ان انت اتعلمت حاجة جديدة النهاردة في برنامج، قرأت حاجة فادتك عقليا نفسيا؟ تخيلوا الفرق معايا. عايزة اكلمكم في نقطة كمان، وهي نقطة الشغف. كنت دايما لما ببقى عايزة اعمل حاجة واحس ان انا ماليش مزاج، ما عنديش شغف، مش عارف ايه، فما كنتش بعملها. فحسيت انه انا لو سبت نفسي لتفكيري ده هيبقى طول الوقت ما عنديش شغف اصلا. ولو سبت نفسي لفكرة ان انا مش هعمل الحاجة دي عشان انا ما عنديش شغف، فانا عمري ما هعمل حاجة. حرفيا لو احنا ماشيين بشغفنا في كل حاجة في حياتنا، احنا مش هنعمل حاجة في حياتنا، ولا هنتطور، ولا هنعمل اي حاجة. فلازم نتغلب على نقطة الشغف. فكرة أصلا إنه مثلا أنت مش حاسس إن أنت ما عندكش شغف، فده أولا عشان أنت مش حاسس إن أنت مش فخور بنفسك، أو ما عندكش ثقة في نفسك إن أنت هتحقق حاجة أو حققت حاجة. بس وانس إن أنت مثلا بدأت بداية اليوم بشكل كويس، من بداية من يوم سوري، من وقت الفجر، بعد الفجر قلت أذكارك، قرأت القرآن، آم، ن- نزلت اتمشيت شوية، اتمرنت، قرأت حاجة غذيت عقلك، بداية اليوم أصلا بتديك طاقة إن أنت كمل على كده، أنت تمام، أنت كويس جدا، أنت بدأت بشكل كويس. يعني حسسك إن أنت بدأت، يعني أنا هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده، ولا؟ عايزة أقول لكم على حاجة مهمة. أنا لما ببقى مش مرتبة الكلام أو مش كاتباه، أنا بتهته كتير، بيبقى في كلام كتير جدا في دماغي مش عارفة أطلعه لكم. فقبل أي فيديو بقعد أكتب الأول، وبعد كده أقول، بس أنا مكتبتش في الفيديو ده الصراحة. المهم، أتمنى تكون نقطة الشغف دي وصلت لكم بشكل كويس، علشان بجد أنت لما بتبدأ بداية صح، يعني بيجيلك طاقة، بتحس انت مبسوط من نفسك وعايز تتعلم اكتر، عايز تكمل على كده. فما تمشوش بشغفكم، امشوا بدماغكم، او ما تمشوش بدماغكم عشان دماغنا ساعات بتسوحنا. امشوا بالصح. اقعدوا كده مع نفسكم، فضفضوا، اكتبوا، طلعوا كل اللي جواكم. انت شايف نفسك ازاي دلوقتي؟ هتبقى شايف نفسك ازاي لو انت ضيعت مثلا وقت كبير في ان انت ما عملتش اي حاجة؟ هتبقى شايف نفسك ازاي لو انت مثلا طورت النقطة دي، او اتعلمت ده او اتعلمت ده؟ الفرق كبير قوي من ان انت تكون بتطور من نفسك وبتتعلم حاجات جديدة، ومن ان انت ولا بتعمل اي حاجة في حياتك. بجد الفرق كبير جدا، وهتحسوا بفرق كبير ان انت استغليت الاجازة دي بشكل صح ولا لأ. فما تضيعوش فرصة ان احنا في اجازة 3 شهور، مش عارفة تبقى قد ايه الصراحة. ما تضيعهاش في الفاضي، علشان بنرجع بنندم على كل ثانية ضاعت مننا ما استغلناهاش بشكل صح، بنندم على كل حاجة. حتى لو انت شخص ما بتندمش، بس يعني زي ما قلت لكم، تخيلوا الفرق. هتبقى شايف نفسك ازاي؟ مش بقولك بص لحد قد ما بقولك بص لنفسك النهاردة.
وامبارح وبكرة. انتوا اللي هتقدروا تقارنوا وهتقدروا تفرقوا ما بين نفسك دلوقتي ونفسك قدام لما تستغل الوقت بشكل صح. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وسوري على التهتهة كتير، بس أنا حاولت أفضفض معاكم شوية وعلشان أشجع نفسي كمان إن أنا أبدأ في الحاجات اللي أنا عايزاها. شكرا لكل حد كمل الفيديو للآخر، ولو عايزين نتكلم في حاجة تانية اكتبولي في الكومنتات، عشان في مواضيع كتير في دماغي عايزة أتكلم معاكم فيها، وفي حاجات كتير عايزة أعملها لكم، فاستنوا مني كل جديد.